ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا مبسوطين وبخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيكون عن مفضلاتي من منتجات العناية بالشعر في اول 6 شهور من 2024، بمعنى الحاجات اللي انا حبيتها. يعني في حاجات استخدمتها كتير بس ما حبيتهاش، مش شرط عشان ما فيش بديل، بس الحاجات بقى اللي انا حبيتها وعلمت معايا فعلا هي دي اللي انا هكلمكم عنها. وهم مش كتير، هم تقريبا بالكتير قوي 10 حاجات، مش كلهم منتجات، كلهم حاجات 10 حاجات. فلو انتوا مهتمين بمحتوى الفيديو كملوا للاخر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب للشانل لو لسه ما عملتوش. ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. بصوا، اول حاجه قبل ما نتكلم في الحاجات او المنتجات اللي انا كانت من مفضلاتي يعني في اول 6 شهور، هقول لكم على حاجه، علشان الحاجه دي يعني ايه، الاسئله عليها كترت الفتره اللي فاتت. يعني جالي كده سؤال كده، اللي هو احنا عايزين حاجه تطول وتقل الشعر. فيعني من الاخر يا جماعه، من الاخر بجد، مفيش حاجه هتتحط على الشعر من بره، يعني سواء بقى على الفروه او على الشعر نفسه، هتطوله وتقله من الاخر. يعني ممكن مثلا اللي هو لو على الفروة تمام ممكن، يعني بس مش هتبقى برضو اللي هو ايه الطول اللي هو 7 سنتي والحاجات دي، فاهمين قصدي؟ تتقيل الشعر وتطويله بيجي من جوه، زائد ان احنا نبطل عادات وحشه كنا بنعملها. ايه العادات الوحشه اللي كنا بنعملها؟ ان مثلا في ناس وهي بتركز قوي او بتذاكر او حاجه، انها تقعد تشد في شعرها او تكويلت كده وتشد فيه. الموضوع ده بيجيب بيعمل تساقط للشعر. فانت مهما خدتي ومهما عملتي ومهما حطيتي على شعرك وانت فيكي العاده دي، شعرك مش هيطول ومش هيتقل، وبالعكس هيخف اكتر. فدي حاجة من ضمن العادات السيئة اللي الناس بتعملها، وبتقلل يعني بتؤدي إلى تساقط شعرهم، وإن هما بقى يقعدوا يدوروا على حلول تانية وما يكونوش واخدين بالهم من الموضوع ده. الحاجة التانية برضه إنك تكوني بتستخدمي المنتجات غلط، زي إنك تحطي مثلا بلسم أو حمام الكريم تحطيهم على فروة الراس. فده برضه بيقفل المسام ويخلي الشعرية يعني تترطب قوي من الجذور، فتبقى سهل إنها تطلع من البصيلة بتاعتها، فبيو كده تقع خلاص. برضه بيخلي الشعر، يعني ده غير ان هو بيسد المسام ويؤدي الى تساقط الشعر بعدين ويعمل قشره وكده، غير ان هو بيخلي الشعر فعلا بيخليه ناعم قوي لدرجه ان هو بيطلع من جذوره. فدول حاجتين كده ايه اللي هما عادات سيئه. الحاجه التانية انك لازم تحللي، مثلا تتاكدي انك ما عندكيش انيميا، لان الانيميا بتؤدي الى برضه تساقط الشعر وضعفه وان هو يتاثر والكلام ده. وتتاكدي ان هرموناتك سليمه، تعملي تحليل هرمونات بقى، سواء عند دكتور جلديه او دكتوره نسا، تعملي تحليل هرمونات وتتاكدي ان هرموناتك سليمه، مفيش حاجه زايده مفيش حاجه قليله. هو ده برضو بيؤدي الى ان الشعر يتاثر. و يعني من الحاجه اللي قبل الاخيره، انك تبتدي تاخدي سبلمنتس سواء للشعر او لجسمك عموما. تاخدي بقى حديد، تاخدي يعني تشوفي ايه اللي ناقص في جسمك وتاخديه. مكملات عموما، مكملات غذائيه او حاجات خاصه بالشعر. زي انا كنت باخد الهير تونيك بتاع ايفا، فده برضو يعني ايه كان فعلا لاحظت ان هو ابتدى يعني يطلع لي شويه شعر صغيرين او يوقف تساقط الشعر. الحاجة الأخيرة بقى خالص خالص، هي إنك تهتمي بقى بالحاجات اللي بتتحط على فروة الراس، اللي هي بقى تعملي حمام زيت every now and then كده، تعملي حمام زيت اللي هو زي الفوليكل بوستر بتاع رو أفريكان، زيت خروع بقى براحتك، يعني تعملي اللي انت عايزاه على فروة الراس يعني. بس دي آخر حاجة شفتوا جت رقم كام في القايمة. ف... فعشان كده ما تقعدوش بقى تصدقوا اللي هي الإعلانات بقى، اللي هو الزيت ده هيطولك شعرك 7 سنتي، والناس تقعد تحلف والله ده انا استخدمته على شعر بنتي وطوله لها مش عارفه خلاك كام سنتي، والحاجات دي كلها كلها يعني نصب من الاخر. فانا بس حبيت اجيب معاكم من الاخر عشان خاطر بقى اللي هو ايه، نقفل الكلام في الموضوع ده. فاتمنى يعني تكون الموضوع وصل. الحاجات اللي انا بقى هتكلم عليها دلوقتي اللي هي بنحطها على الشعر من بره دي، انا كل هدفي منها وكل طموحي منها انها تنعم الشعر وتطريه، بس كده. يعني انا عايزه شعري يبقى طري وصحي، انما مش طالبه منها انها هتقله ولا تطوله ولا اي حاجه. انا بس عايزه الشعر يبقى صحي، الشعر اللي موجود ده يبقى صحي. وكمان في حاجه اللي هو الشعر اصلا، اللي هو شعرنا ده هو اصلا خلايا ميته. ف... يعني انت متوقعه تحطي ايه على خلايا ميته هيحييها، او يعني هيخليها تقوم؟ مش عارفه بصراحه. يعني فهو احنا بس يعني اللي بنحطه على الخلايا الميتة دي ان احنا نخليها طرية، ان احنا ما نخليهاش المسافات البينية اللي ما بين الخلايا وبعضها تبقى مترتبة، فبالتالي الشعراية ما تبقاش، عارفين الاعلانات بتاعت الشعر بتاعت زمان دي، الشعراية ما تبقاش عاملة كده، تبقى نايمة على بعضها
وكده يعني حاجه واحده كده. فهو ده بس اللي احنا بنعمله في الشعر من بره. غير كده عايزينه بقى يطول ويتقل، ده من جوه الجسم، نهتم باللي جوه الجسم اكتر. فاتمنى ما اكونش رغيت كتير في الحوار ده وتكونوا فهمتوني ان شاء الله. ونبدا بقى ايه في الحاجات اللي عجبتني جدا واللي هي مفضلاتي جدا. اول حاجه طبعا هنبدا باول خطوه وهي الشامبو. فانا استخدمت طبعا شامبوهات كتيره، بس اللي علق معايا وعجبني فعلا فعلا الشامبو بتاع سيرو بايب. ده شكله، العلبه بتاعته شكلها عامل كده. التعليق الوحيد عليه ان البامب بتاعته تقيله، بتحتاجي ان انت تدوسي جامد كده عشان ينزل. بس غير كده الشامبو ده تحفه. تحفه ليه بقى؟ علشان خاطر هو يعني اولا بيرقي. هو المفروض ما فيهوش مواد مضره ولا بقى بارابين وبارافين والكلام ده، رغم ان انا برضو عندي تعليقات شويه على المواد المضره، بس يعني خليها في مره تانية. المهم يعني ان هو ما فيهوش بقى السيليكون والبارابين والبارافين والكلام ده كله. ومع ذلك ان هو بيرقي، ولما بيتحط على فروه الراس فعلا بتحسيه بينضف. انا لازم الشامبو لازم يرغي معايا عشان اعرف ان هو بينضف. انا يعني لو شامبو ما بيرغيش هعرف ان فروه راسي نطفت منين. انا لازم رغوه كده واقعد ادعك كده، فاهمين؟ فهو ده بيرغي وبينضف فعلا فروه الراس كويس. طبعا مش قوي زي الشامبوهات التانية اللي فيها سلفيت، بس يعني ايه، لو شعرك مش متوسخ قوي فهو بيبقى تمام قوي معاكي. والحاجه الحلوه بقى اللي فيه اللي عجبتني واستغربتها وكنت اول مره الاحظها في شامبو، ان هو بحسه بيرطب الشعر فعلا. فانا جربت كذا مره كذا مره. انا مستخدمه نصه اهو، مش عارفه يبقى واضح ولا لا، بس يعني نصه. ف في كل مره بستخدمه فيها فعلا بحس ان شعري مترطب كانه عليه زيت، او مش عارفه، بحس ان شعري مترطب. ف... فهو ده من الشامبوهات اللي انا استخدمتها، هو ده اللي عجبني وعلم معايا. وببقى انا يعني المفضلات دي اقصد الحاجات اللي انا ببقى مبسوطه وانا بستخدمها، فهو ده ايه، ببقى مبسوطه يعني وانا بستخدمه. فارشحه لكم يعني ان انتوا تجربوه بصراحه يعني. لو انتوا شعركم اللي هو الشعر العادي اللي مائل للجفاف، فيعني هيعجبكم الشامبو بتاع سيرو بايب ده. الحاجه التانية اللي هو برضو عجبتني وكانت من مفضلاتي برضو في الست شهور اللي فاتوا، في البلسم. وانا بصراحه ما بقيتش استخدم بلسم كتير، وهتعرفوا ليه على طول في الخطوه اللي جايه بعد كده. بس يعني لما بستخدم بلسم، البلسم اللي بستخدمه فعلا بحس معاه بفرق وببقى مبسوطه وانا بستخدمه، هو برضو البلسم بتاع سيرو بايب. وده مش اعلان. شركة بارك بيل ما تعرفش عني اي حاجة، بس يعني بجد بجد البلسم بتاع سيرو بايب كأنه حمام كريم. فبيبقى تقيل كده، ملمسه تقيل، ولما بيتحط على الشعر بيرطبه وبيفك التشابك. فعلا هو مكتوب عليه ان هو بيفك التشابك، فهو بيعمل كده فعلا، وبيرطب الشعر حلو جدا. وبيقولوا ان هو مكتوب عليه ان هو بيدي لمعة للشعر، بس انا ما بحسش بصراحة بالموضوع بتاع اللمعة ده. بس يعني هو ده يعني من الحاجات اللي هو لما بستخدمها فعلا ببقى مبسوطه. ف قلت اقول لكم عليه. انا بس استخدمت بلازم تانية يعني في خلال الست شهور اللي فاتوا، بس ده اللي علم معايا يعني، واللي فعلا ايه ارشحه من قلبي يعني. الحاجتين بقى التانيين اللي هم خلوني ابطل استخدم ايه بلسم كتير او في كل غسلة شعر يعني وكده، هم اعتقد ان انتوا حفظتوهم. الحمام الكريم بتاع ديرماكتيف ده شكله، العلبة خلاص يعني فاضل فيها الحبة الصغننين دول. آه، تحفة تحفة تحفة. بيرطب الشعر جدا، وترطيبه بيفضل في الشعر لمدة يومين تقريبا. والله يعني هو من كتر حلاوته هو مفيش كلام كتير يتقال عليه. بس هو مشكلته انه حجمه صغير وسعره كويس. سعره 190 جنيه. حجمه قد ايه؟ حجمه 150 مللي. بس بصراحة يعني قلت البيت goes a long way زي ما بيقولوا. يعني حبة صغيرين بيفردوا على الشعر كله. بحطه على بعد 2 سنتي من فروة الراس، وبحطه على كامل الشعر كده. بيهدي الهيشان جدا جدا جدا، غير ان هو يعني بينعم الشعر وبيطريه. بيهدي الهيشان جدا. الشعر بيبقى مفيش اي بيبي هير طاير متطاير كده. عارفين لما الشعر بينشف ساعات البيبي هير يطلع كده؟ ما بيبقاش فيه الكلام ده. فعجبني جدا. الناس برضو اللي شعرها جاف او عادي مائل للجفاف او كيرلي او ويفي، يعني هيعجبكم. اعتقد هيعجبكم جدا ان شاء الله. لا ما اعتقدش هيمشي مع الكيرلي قوي لانه بينعم الشعر قوي، فممكن ان هو ما يخليش الكيرلز تكويل قوي. بس لو شعرك ويفي وانت مش مهتمه قوي تخليه كيرلي، فهيبقى حلو قوي معاكي. حاجه اللي بعد كده هي الحمام الكريم بتاع ذا باسلاند.
بتكلم عليه كتير جدا برضو، وكلمتكم عليه في الفيديو بتاع حماية العيد. قلت لكم ان انا بهتم في حماية العيد، بهتم بالروايح، فبستخدم اي حاجه ريحتها حلوه بغض النظر عن ترطيبها او فايدتها. مش وقت فوائد دلوقتي، وقت روايح بس. ف ذا باثلاند او حمام الكريم بتاع ذا باثلاند بيجمع ما بين حاجتين، اللي هو ان ريحته حلوه وكمان بيرطب الشعر، وبيهدي برضو، بيهدي الفريز بتاعته او الهيشان، بيهدي جامد. بس مش قوي زي بتاع ديرماكتيف، يعني عارفين اقل منه سنه. بس الاتنين حلوين جدا، وببقى مبسوطة جدا جدا وانا بستخدمهم. فعشان كده قلت اقول لكم عليهم ان هما من مفضلاتي لاول 6 شهور من 24. الحاجة اللي بعد كده هي كريمات الشعر. هو راح فين؟ كريم الشعر طبعا اللي انا بستخدمه كتير. انا هسيبكم انتوا تقولوا هو ايه. 1 2 3، سترونج بيل. كريم الشعر بتاع سترونج بيل من شركة بارك بيل برضو. الكريم ده مكتوب عليه ان هو بيطول الشعر او بيعمل هير جروس، يعني سواء بقى بيطول او بيتقل. بس هو يعني يا جماعه محدش يحطه على فروه راسه اهو. انا لسه كنت بقول محدش يحط الكريمات والحاجات دي على فروه الراس، وانا مش بستخدمه عشان يطول الشعر ولا يتقله ولا اي حاجه. انا بستخدمه بس عشان ترطيبه حلو وبيعجبني بيهدي الشعر كده. انا عايزه اي حاجه الفتره دي، عايزه حاجه تهدي الشعر كده. لو انام يا بابا نام، والشعر كده اقول له حبوا بعض، حبوا بعض شعراتي، حبوا بعض واقعدوا جنب بعض كده. فده بيعمل كده. حجمه 120 مللي، بيقعد فتره حلوه. وانا دايما 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 بتكلم عنه دايما. يا اما هتلاقوني مخلصه علبه، يا اما هتلاقوني جايبه علبه جديده، يا اما هتلاقوني جايباه في مشتريات. يعني دايما هتلاقوني بتكلم عنه. بحبه جدا لطيف يعني. مش عارف قوامه عشان في ناس كتير بتسأل، ومثلا لو حد بيتفرج أول مرة عليا، قوامه تقيل. وحطي منه حبة صغيرة، ولو حسيتي ان شعرك محتاج لسه حطي تاني، بس ما تحطيش منه حبة كتير في الاول عشان ما يلزقش الشعر في بعضه. يعني برضو احنا ايه، مش عايزين تلزيق وتزييد وكده. فحطي حبة صغننين الاول كده، قد عقلة صباع ولا حاجة، ولا لا عقلتين. حطي عقلتين صباع كده الاول، وبعدين لو لقيتي الدنيا لسه محتاجة بقى زودي تاني. فعجبني جدا برضو. الاكتشاف بقى واختراع وحاجة جميلة جدا. هو كريم جايباه من سوبر ماركت، اسمه سينور، مش سينيور ولا سينيور دي. انا معرفش، هي SEN والان عليها مادة كده وOR، فهو هنقول عليه سينيور. غالبا هما كانوا قاصدين ان هما يسموه سينيور اكيد يعني. بصوا هو ده شكله. انا جايباه من سوبر ماركت. يعني قلت اجيبه. شكله عجبني بصراحه، مش عارفه ليه شكله عجبني، بس قلت اجيبه، حسيت ان في امل. بصوا هو مكتوب عليه ان هو كريم لتغذيه الشعر بزبده الشيا، وبيبقى فيه لونج لاستنج سوفتنس، يعني نعومه ممتده. اوكي، وحجمه كبير 225 مللي، وسعره 28 جنيه. وممكن تلاقوه في بعض السوبر ماركتس ب35 جنيه، بس ان شاء الله يعني اقل من 50 جنيه. ف بصوا ده شكله من جوه. بيكون فيه الورقه الفويل دي بنشيلها، وانا استخدمت منه كتير جدا. حلو جدا جدا جدا. ريحته ريحه الكريمات القديمه بتاعت زمان، اللي كان فيها البركه، ايام البركه، وايام هو كان شامبو واحد اللي الاسره كلها بتستخدمه، وكريم واحد الاسره كلها بتستخدمه، وبلسم واحد علبة كبيرة كده الأسرة كلها بتستخدمها. ما كانش فيه بقى حمام كريم ولا حمام زيت ولا الكلام ده كله. فريحته ريحة الأيام الجميلة. وفاكرين ريحة اللي هو البريل كريم والحاجات دي، عارفينها، اللي هو غطاء أحمر وغطاء أخضر كده، الكريمات القديمة دي. فعلا حسيت برضو ان هو بيرطب الشعر جدا، ما بيلزقوش، بس استخدمي منه كمية صغيرة علشان يعني هو ما ينفعش للناس اللي شعرها خفيف وناعم دي يا جماعة. لا، لزق الشعر في بعضه قوي هينيمه، وممكن يدي احساس دهني ومزيت كده. الناس بقى اللي هيبقى حلو معاهم اللي هم شعرهم الشعرايه نفسها سميكه وتقيله وجافه، فده نوع شعري يعني. هو بقى كان لطيف قوي معايا. ومع ذلك برضو لو كترتي منه هيزيت الشعر.
فبرضو ايه يعني بالراحه، واحده واحده، مش لازم ناخد كده كبشه ونحط مره واحده، لا حبه حبه لغايه ما نحس ان شعرنا استكفى يعني واتغذى. بينعم الشعر برضو او بيرطبه، يعني مش ما بحبش كلمه بينعم الشعر دي، بس بيرطب الشعر فعلا وبيسهل التسريح، وبيفضل الشعر في الترطيب ده لمده يوم او يومين بعده، ما بتحتاجيش يعني تجددي الترطيب يوميا. فبجد حلو جدا جدا. انا ما جربتش استخدمه على شعر ناشف، بس دايما بستخدمه على شعر مبلول، فتحفه تحفه تحفه، واكيد هكرره تاني بصراحه. واعتقد ان هو غالبا صناعه مصريه، مفيش حاجه صناعه مش مصريه بالسعر ده بصراحه، فاكيد صناعه مصريه يعني ان شاء الله. شركه ليفن، ولصالح شركة كوزمو ايجيبت، يعني ايجيبت يعني اوكي، لمستحضرات التجميل والعطور، ومسجل مش عارفه ايه ده، يعني مسجل في وزارة الصحة وانتاج مصري ان شاء الله. فبجد حلو جدا، انصحكم لو لقيتوه في اي سوبر ماركت تجربوه، هيعجبكم، خصوصا لو شعركم جاف. اخر حاجه بقى، عشان ما جبناش سيره القشره والناس اللي عندها قشره وكده، انا استخدمت شامبوهات القشره بصراحه، عشان كده ما رضيتش اتكلم عنها ليه، علشان ما عجبتنيش قوي، اللي هو انا بستخدمها عشان انا مضطره، بس ما فيش شامبو اللي هو ببقى مبسوطه وانا بستخدمه. فشامبوهات القشره براحتكم، انا جربت سيلينجينا حلو، في واحد اسمه داجو من بلو بيل، حلو لطيف مقبول، بس طبعا قبلها تكونوا غاسلين شعركم بشامبو عادي، وتحطوا بعد كده الشامبو بتاع القشره وتسيبوه 5 دقايق او كده، تمام شغالين. وطبعا لازم ترطبوا بعدهم حمام كريم وبلسم، وبعدين تخرجوا برضو ترطبوا بكريم تقيل وكده، عشان بينشفوا الشعر جامد. بس يعني تمام لطاف، بس مش الافضل يعني، مش مفضلات، فعشان كده ما اتكلمتش عنهم. هي الحاجه بقى اللي مفضلات للناس اللي عندها قشره، هي النقط دي اللي اسمها كريلا. دي كده زي قطره كده، وبتتحط على الشعر، على فروه الراس، مش على الشعر نفسه، على فروه الراس. سعرها 21 جنيه، انا فاكره سعرها. انا يعني عجبتني جدا لدرجه ان انا جبت منها ستوك، جبت منها علبتين كمان. هي بصوا، هي مكوناتها فيها كورتيزون، اللي هو بيتا ميثازون، فهي فيها كورتيزون، بس الحلو فيها ان هي فيها ساليسيليك اسيد. ف... فالساليسيليك اسيد بيقشر طبعا، والكورتيزون بيهدي الالتهابات والكلام ده. ف حلوة جدا جدا. يعني انا ما تخيلتش والله هذا التأثير. هي من اول استخدام انا قلت مثلا ايه، على تاني تالت استخدام هتبتدي تأثر فعلا، والقشرة هتبتدي تقل وكده. هي من اول استخدام ضيعت القشرة، بس خلاص. انا لما جبتها المفروض ان هي تستخدم مرتين في الاسبوع، فانا كنت ناويه ان انا هستخدمها مرتين في الاسبوع. انا بقيت بستخدمها مره كل 10 ايام. ففعاله جدا، وسعرها كويس جدا. فالناس اللي عندها قشره او اكزيما دهنيه جربوها، يعني هاتوا علبه كده وجربوها، بجد هتعجبكم ان ما كنتوش عارفينها اوريدي يعني. بس يعني ان للناس اللي ما تعرفهاش بجد جربوها، يعني هي فرقت معايا جدا. القشره طارت، ما بقتش اشوف قشريه. فبجد يعني هو كمينتنانس، بس انا بقيت بستخدمها مره كل 10 ايام، يعني 3 مرات في الشهر. فتخيلوا علبه قد دي هتقعد معايا قد ايه، فيعني حلوه جدا جدا جدا. ومؤخرا اكتشفتها انا في اخر شهرين كده، بس تحفه تحفه وتستاهل فعلا، يعني تستاهل ان انا احطها في المفضلات بسرعه كده. انا قلت بس اقول لكم عليها عشان خاطر يعني افيد بيها الناس، وخصوصا القشره بتبقى مقرفه انا عارفه. فهي حلوه جدا بصراحه يعني، لا بجد تستاهل. وانا مستغربه ان سعرها حلو كده، فيعني يا رب يفضل سعرها حلو. فان شاء الله تلاقوها، ويعني هي مش ناقصه. هي موجودة يعني، أنا متوفرة أي صيدلية بسأل بلاقيها موجودة يعني. فإن شاء الله هي اسمها كيريلا، ان شاء الله بقى تلاقوها. بالنسبه بقى للسيرمز يا حلوين، بصوا هو انا يعني كان من مفضلاتي دايما، او كنت بتكلم عنه دايما، اللي هو السيرم بتاع شي، اللي هي CHI. بس مؤخرا ما بقتش بحبه قوي، يعني اخر علبه جبتها ما كانتش حلوه، مش عارفه يمكن غيروا الفورمولا او اي حاجه، ما اعرفش. فالسيرم بتاع سيرو بايب انا استخدمت تقريبا اكتر من نصه بحبه يعني، او نصه يعني نقدر نقول نصه. حلو جدا. يعني مش اللي هو مش احلى سيرم في الدنيا، بس عجبني يعني، شغال حلو، حاسه اللي هو يعني قريب قوي في التاثير بتاعه من تاثير شي اللي هو القديم اللي انا كنت بجيبه وبتبسط منه. فيعني انا لسه عندي العلبه بتاعت شي اللي هي اخر علبه جبتها، لسه فيها شويه.
بس بقيت بستخدم ده اكتر لان هو بحس ان هو بيهدي الشعر او بيهدي الهيشان وبيرطب الشعر كويس. انا بستخدمه بعد الكريم، يعني بعد ما بحط كريم الشعر بحط السيرم وبعدين ابتدي اسلك الشعر واظبطه بقى. فيعني هقول عليه من مفضلاتي لان هو اكتر حاجة استخدمتها في خلال ال6 شهور اللي فاتوا، وكنت بلاحظ منها نتيجة في السيرامات يعني. ف يعني هو من مفضلاتي يعتبر. مش عارفه اذا كنت هكرره تاني بصراحه ولا لا. لسه في سيرامات تانية انا جايباها جديده لسه ما جربتهاش خالص، فممكن ما اجربوش كده، ما كرروش قصدي. يعني حوالي سنه، على حسب بقى ما السيرامات اللي عندي الجديده دي تقعد. ممكن سنه، سنه ونص، ممكن ارجع اشتريه بعدين ان شاء الله في المستقبل يعني. بس هو لطيف يعني. الحاجة اللي عايزة أكلمكم عنها بعد كده هي الحاجات الستان، اللي هي غطا المخدة الستان، لأن هو أصلا هو ده يعتبر المفضلات بتاعتي، إن هو يعني هو ده الحاجة اللي أنا مفضلاها في حاجات الشعر، اللي هي الستان اللي بتتحط على الشعر. ليه؟ لان انا حسيته، انا كنت بقول عليه الاول مش عملي، بحيث ان انا لو رحت عند حد، لو هبات عند حد او كده مش هعرف اخده، بس لا بقيت باخده عادي وبحطه على المخده عادي مش مشكله. فانا كنت الاول بقول الكاب الستان هيبقى عملي اكتر بحيث انك بتلبسيه يعني، فمش مش يعني هيبقى عملي بقى تاخديه معاكي في سفر في بتاع في كده. بس لا عادي بقيت باخد كيس المخده الستان ده. ومش عارفه بقيت بحسه عملي اكتر لان انا ببقى يعني ده بيبقى مقيد شعري كده، ولو شعري مبلول ما بعرفش البسه وكده. ده بيبقى حسيته عملي اكتر، ان هو بيبقى محطوط على المخده وانت بقى مش لازم، يعني لو مش حابه تربطي شعرك او تحطي حاجه عليه فمش لازم. فما بين الغطا الراس الستان ده اللي هو الكاب الستان، وما بين كيس المخده، فكيس المخده الستان هو اللي من مفضلاتي فعلا. يعني انصحكم ان انتوا لو لسه ما جربتوش الحوار بتاع الستان ده عموما جربوه. هيفرق معاكم جدا في طريان الشعر ونعومته يعني، او يعني ملمسه هيبقى احسن، وكمان تقليل الهيشان بالذات. وكمان الستان برضه مفيد للبشره، ان هو بيمنع مش بيمنع، بيقلل الحبوب. لان فعلا من ساعه ما ابتديت استخدم كيس المخده الستان فعلا ملاحظه ان الحبوب بتاعتي قلت شويه. فطبعا يعني مع روتين الحبوب بتاعي ده حاجه تانية خالص لوحدها، بس يعني ايه، حاسه ان فعلا في تحسن في الحبوب اللي بتطلع لي في وشي، انها ما بقتش اجريسيف زي الاول. اخر حاجه عايزه اكلمكم عنها هي البندانات. انا بحب في البندانه انها تكون عريضه عشان تغطي جزء كبير من شعري. ليه؟ علشان وانا بطبخ ببقى واقفه بطبخ، فمش عايزه الاكل او بخار الميه اللي طالع من الاكل يلزق في شعري ويخلي ريحه اكلي ريحه ريحه شعري اكل. فعلشان كده بستخدم بندانه تكون عريضه تغطي جزء كبير من الراس. ففي يعني انا يعني هو انا مش بتكلم على بندانه بعينها يعني، انا بس بكلمكم عن يعني عرض البندانات العريضه دي فادتني جدا جدا. وكمان لما برطب شعري اللي هو الترطيب اليومي، او يعني لما بحط ليف ان كونديشنر او حاجه خلال اليوم، بلبس البندانه دي برضو، اللي هي عشان أنا الجزء اللي عندي اللي هو الجزء اللي قدام ده هو دايما الجزء الفريزي او اللي هو فيه هيشان وكده. فبحط المرطب اللي هو اليومي اللي هو الليف ان او الكريم او السيرم اي حاجه، بحطه وبلبس البندانه دي لمده ساعه. فعلا بيهدي الشعر جدا. فانا بس قلت اقول لكم على شكل البندانات العريضه، يعني انا عندي دي وعندي واحده تانية اعرض منها كمان. فبحبهم قوي 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 في حوار ان هما بس يخلوا ريحه شعري ما تبقاش طبيخ. والحاجه التانية ان هما يهدوا هيشان الشعر، اللي هو بعد ما بحط الليف ان او السيرم زي ما بقول لكم بحطهم بيهدوا فعلا الهيشان بتاع الشعر جدا جدا جدا. وبس كده يا حلوين، دي كانت مفضلاتي من منتجات العناية بالشعر لأول 6 شهور من 2024. فمش عارفة لو عجبكم الموضوع قولوا لي أكمل بقى منتجات العناية بالجسم، العناية بالبشرة والكلام ده. قولوا لي كده في الكومنتس حابين ان انا اكمل الموضوع ده ولا نخليها كلها ان شاء الله في اخر 24 نبقى نتكلم عن الموضوع بقى باستفاضة اكتر وكده. فقولوا لي بقى في الكومنتس حابين ايه يعني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك واعملوا سبسكرايب للشانل لو لسه ما عملتوش. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.